السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بأول فيديو. حابة أشكر كل حدا اشترك بقناتي، الله يجزيكم الخير يا رب. وبتشكركم كتير على الكومنتات الحلوة اللي كتبتولي إياهن، على الكلام الحلو اللي كتبتولي إياهن. الله يعطيكم ألف عافية يا رب، الله يجبر بخاطركم. مثل ما كنتم شايفين بالفيديو، اليوم راح نساوي البرجر باللحمة بإذن الله. طريقة سهلة وطيبة كتير. طبعا مثل ما شفتوا طريقة حفظ لحم البرجر بالفريزر، وطريقة الصمن كمان الحفظ بالفريزر سويناها في فيديوهات السابقة. راح احط الروابط بصندوق الوصف الحابة ترجع تشوف الطريقة. قبل تحضير البرجر بطلع اللحمة قبل بساعة من الفريزر. خبز البرجر او الصمن كمان نفس الطريقة، بطلعهم كمان قبل بساعة من الفريزر. هلا اذا كنا مستعجلين والميكروويف موجود بنحطهم هيك بس تذويب تلج. فرمت الخس ناعم بهالشكل، راح اضيف عليهم 6 معالق من خليط الكاتشب والمايونيز وحركهم هيك مع بعضهم على السوا. حضرت مكونات اللي راح نحتاجهم للبرجر. عندي جبنة الشيدر، اي نوع جبنة بتحبوا تستعملوه على راحتكم، والصمن، وهذا الخليط اللي سويناه الخس المايونيز مع الكاتشب. وقطعت مخلل خيار، وقطعت كمان بندورة. حطيت طواية على الغاز ورشيت رشة زيت الزيتون او زيت نباتي. هلا رح انزل اللحمة ونشويهم بهالطريقة. طبعا طريقة شوي اللحمة مثل ما بتحبوا بالفرن او هيك بالطواي حسب رغبتكم. الحرارة وسط، وهيك بهالشكل بنقلب اللحمة. شوينا اللحمة من الطرفين هيك مثل ما كنتم شايفين هاللون وهالشكل. بسم الله ما شاء الله، والريحة ولا اروع من هيك. هلا انا هون رح اشيل اللحمة هيك مثل ما كنتم شايفين. رح اجيب الصمن اغطسن هيك بالدسم، بيعطونا نكهة كتير طيبة للبرجر. رح انزل الجبنة على اللحمة لحتى تدوب معنا شوية جبنة. بجيب الصمن، رح احط معلقة من الخس والمايونيز والكاتشب مثل ما قلنا. هلا هون كمان رح احط البندورة، واحط مخلل الخيار. راح اضيف اللحمة كمان عليهم. راح احط الصمن هيك شايفين شكل النهائي للبرجر، شايفين هالالوان ما شاء الله. طبعا بهالاثناء كمان انا قشرت وقطعت بطاطا وحطيت هيك كمان عبقلي وجبة بطاطا. راح اقطع وحدة قدامكم، شوفوا البرجر من جوا ما شاء الله. طبعا نحن لما بنحضر اللحمة قبل بوقت والخبز قبل بوقت بنوفر على حالنا كتير وقت وتعب. هيك شكل النهائي للبرجرز. كانت وصفة سريعة، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا من هالفيديو. من فضلكم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد. والسلام عليكم.